جدا. لو انت عايز تتحول من شخص فاشل لشخص ناجح، مجرد ان انت بتحوط نفسك بناس ناجحة، مع الوقت هتبقى شبههم. وطبعا يعني العكس صحيح. لو انت شخص ناجح وكل اصحابك ناس فاشلة، وكل دايرة معارفك وكل الناس اللي بتقعد معاهم ناس فاشلة، مع الوقت هتبقى شبههم، افكارك هتبقى شبههم. لان الفرق بين الشخص الناجح والشخص الفاشل هو طريقة التفكير وطريقة التصرف مع الأمور. يعني احنا مش الشخص الناجح ده فيه مميزات ايه، ما هو ده زيه زي ده في كل حاجة. هو بس انت بتشوف انت ازاي بتفكر في الأمر، او ازاي بتحلله، ازاي بتهندل الدنيا، ازاي بتتعامل مع المشاكل. فتخيلوا كده مثلا لو واحد ناجح وشخص إيجابي ومتفائل ودايما بيدور على حلول. يعني مثلا طبيعي يكون في مشاكل، اكيد كلنا بنمر بمشاكل، ما بقولش ان في حد مش بيمر بمشكله، بالعكس. ده الشخص الناجح دايما لما بيمر بمشاكل بيعرف يهندلها ويتعامل معاها، وبيدي لكل حاجه حقها او حجمها. يعني انا مريت بمشكله، هحاول اتعامل على قد المشكله، ومش هوقف بقى باقي مسار حياتي او باقي جوانب حياتي عشان انا في مشكله، واقعد بقى اندب حظي واوقف كل حاجه. فاهمين حاجه؟ اللي هو الناس الشكاء البكاء دي انا ما بحبهاش ابدا. على عكس بقى الشخص الفاشل، لو حصلت له حاجه هيقعد بقى يندب حظه وحظ الجيران معاه والمجتمع، وهيجيب لك كل البلاوي والمصايب فوق دماغك، وانت